السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواني الاعزاء، الف مرحبا بحضراتكم. علكم بخير ان شاء الله. طبعا فرحانين لانه الزمالك يا سادة. شكرا لابطال الزمالك، وشكرا ل... لكل ما هو زملكاوي فخور بانه زملكاوي، وانا افتخر بانه زملكاوي، ولازم كل الدنيا تقول لي شكرا على ان انا زملكاوي. طبعا فريق يعني ايه الجبروت ده؟ ايه الجبروت ده؟ هزم الكل، هزم كل المنظومه. كل المنظومه بتتحد. وحدش ابن 60 تيت يقول لي إيه نفاق مفترجه، يقول لي المظلوميه والمهلبيه بتدعوا المظلوميه، وانت عايز قرف اكتر من اللي احنا فيه. يا ظلمه يا ظلمه. الاربع والسبت والتلات، ايه ده؟ 3 ماتشات في اسبوع؟ ليه ان شاء الله؟ بتاع ايه يعني؟ مش هو من فضل الله تبارك وتعالى دوري تاني، الدوري الكونفدرالية على رأس المجموعة، وان شاء الله تبارك وتعالى سيراميكا يتشال من رجلين علشان التحدي السافر لينا ده، يعني نثبت ان احنا قداه وقدود. شكرا لكل ما هو زملكاوي. شكرا معتمد جمال من القلب انك فرحتنا. شكرا انك فرحتنا. انت خليتنا في مود تاني ودنيا تانية وحتة تانية. مش عشان الفوز. الناس مفكرة ان القضية قضية فوز وتصدر مجموعة. اما يجي فوز بهذا العناء وهذا الشقاء، انت بتحس بلذة مش بقى مساعدات وبتاعات وتظبيط وجداول وفلوس ومليارات واعلانات ورعاية وملايين من هنا ومن هنا ومن هنا، وعندك يقول لك تعير 6 بس، انت عاير بتاع 35 واحد ولا حد ابن 60 تيت في المنظومة يقول ليه وهو في ايه وبتحدش بنطق. النادي الاهلي يفعل ما يريد ويفعل ما يشاء. مفيش ذكر فيك يا بلد يقدر يقول له انت بتعمل ايه. ولا انتوا ناسيين عدد البهوات المعارين دول، والبتاع يقول لك 6، والذ حاجه يقول لك اللائحه. لائحه مين يا ابو لائحه؟ لائحه مين؟ خرى عليكم وعلى لائحتكم وعليكم كلكم. ده الراجل طلع سويلم ده يطلع يقول لك ايه، يغلط ويلبخ، وبعد ما يقول اللي هو عايزه يجي تاني يقول لك والله انا اسف انا سوري. هي اول مره يا عم؟ خليك راجل. غلطت خليك راجل، خليك على مبدأك. يعني اخر طلعات اما قال لك الراجل بيقول له المحكمه الرياضيه والدوري، قال له هو بعد العيد بيتفت كحك. بخلص الدوري الاهلي وكده ولا كده بيراميدز خد افريقيا كفايه تمام كده جميل. يطلع تاني يوم بقى لما الدنيا تتقام عليه يقول لك ام سوري والله ما كنت اقصد، انا ما اقصدش اللي انا قلته. خليك راجل. غلطت قول انا غلطت، انا بقول كذا، انا بقول كذا واعنيها. انما لا والله اسف ام سوري انا ما كنتش اقصد. لا قول انا اقصد. بعد العيد ما بتفتش كحك كده انا احترمك. مثلا من ضمن الزيط. نرجع تاني للفوز بتاع نادي الزمالك. انا بس باخدكم في حتة عشان اوريكم المنظومة الفاسدة. منظومة فاسدة اقسم بالله. دول ايام مفترجة كان الواحد قالوا بعبع يعني، بس احنا بنحاول نلتزم الادب عشان الايام المفترجة اللي احنا فيه. راسهم والف جزم. يلعبونا مش عارف الساعة تمخضهم بدل 2:30 خلوها 5 وبدون جمهور. ويقول لك اللائحة. اللائحة ما بتعملش اللي علينا يعني. ده اسكان دياب عمل لائحة مخصوصة عشان يدي الدوري الاهلي بقرار اداري. جت علينا احنا يعني اللي خلاص انتوا بقى اللي الدكورة اللي بتمشوا علينا اللائحة. ده كلام عيب. استرجلوا. خليكوا رجالة. خليكوا رجالة. ويجي الزمالك عكس المنطق كله، عكس كل التوقعات. كل التوقعات اللي بتقول كذا وكذا وكذا وكذا، نادي الزمالك كلهم لا.
انا قادر، ويكسب سموحة في الدوري ويبقى تاني الترتيب في الدوري، والنهارده يكسب كايزر تشيفز رغم كل المعاناة اللي هو فيه. وعلى هذا انا فخور ان انا زملكاوي. شكرا معتمد جمال، وشكرا ومليون شكرا لجون ادوارد اللي صفقاته هي اللي شايله النادي دلوقتي مع الاشبال الجمال. شكرا لكل من كان مسؤول عن قطاع الناشئين. هو بدر حامد قعدتوا تقولوا بتاع وقطاع الناشئين واللي بيحصل في قطاع الناشئين وما عملش حاجه في قطاع الناشئين، ومش الراجل مش، وكنتوا عمالين تولولوا على قطاع الناشئين. بسم الله ما شاء الله مطلع لك 7 8 شايلين لك النادي اهو. شكرا لبدر حامد وكل من هو مسؤول، وشكرا دلوقتي لدونجا ولحازم امام الصغير وكل الناس المسؤوله عن قطاع الناشئين. وشكرا تاني وتالت ومليون لمعتمد جمال والجون ادوارد اللي جاب معتمد جمال واصر عليه واداله الفرصه. واللاعيبه الابطال اللي يقول لك يعني الشطره تغزل برجل مش عارف برجل ايه. ما دي انتوا شايفين اهو يا جماعه الدنيا ماشيه معانا عامله ازاي، وبسم الله ما شاء الله حدث ولا حرج، كلهم ابطال. يقول لك عبد الله السعيد مش عارف ايه. شفت عبد الله السعيد اما نزل عمل ايه؟ في واحد جاحد الواد ده، اقسم بالله مع نفسي انتم تدخلوا وتقولوا له ماذا بينك وبين الزمالك يا ابن 60 تيت. ولد ما اعرفش اسمه ايه، نيل على عيني اسمه في بتاع بيقدم برنامج اسمه في الشبكه. مفيش مره بيقول حاجه على الزمالك كويس مره. يعني محمد شحاته النهارده كسر الدنيا حرفيا، وعمل ريكورد في الكور وفي القطع وفي الجري و اتفرجوا بيقول عليه. يقول لك رأيي من اول ما جه نادي الزمالك كذا وكذا، مش لاعبه ومش 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 ومش. بصوا فشخنا. طب قول كلمة طيبة يا راجل عشان تبقى راجل شاطر وتبقى راجل يعني صاحب محتوى. حتى لو انت بتكره الزمالك وشايف الدنيا كده لازم تقول كلمتين طيبين عشان الناس تحترمك. انما الغبا والجحود مفيش فايده. وكتبت له اكتر من كومنت بهدلته فيهم. تقول لي انت بتتفرج ليه يا عم؟ والله ابدا، انا ببقى مشغل البتاع التليفون، والتليفون شغال دايركت لوحده. ممكن ابقى السماعه في وداني وانا بعيد، التليفون بعيد، فانا عمال شغال بيجيب وات ايفر يعني. فلو تبصوا وبرضه مليون مره يا حسام نظره للونش. يعني الا يستحق خط ظهر المنتخب ان هو يبقى حسام عبد المجيد والونش. يعني خط الظهر بتاع مصر ما يستحقش ان هو يبقى بحسام عبد المجيد والونش. يا جماعه بصوا على الاداء، بصوا على الناس، بصوا على ولد زي محمد السيد ومحمد ابراهيم. بصوا على الناس اللي ما حسستناش اصلا بالغيابات بتاع الناس الكباتن الكبار، فتوح وبنتايك وعمر جابر ودونجا اللي مشي وغيره 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 وغيره. شفتوا بزيرة اما الراجل حرره وغير مركزه كسر الدنيا، وتحس ان هو زملكاوي طح. يعني الراجل ده احنا مسكناه من شويه، يعني من كام يوم، قلت له بزيرة بصراحه انت كده يعني احنا بقينا مقصوفين الجناحين من شيكو بنزا ومنك. لا الراجل دلوقتي بقى يعني غير مركزه وجايب جون وجايب مش عارف ايه ومكسر الدنيا. وناصر منسي يعني حاجه يعني مقاتل يا جماعه، مقاتل. شفتوا الراجل بينزل ازاي وبيضغط ازاي وبيدافع ازاي، رغم انه مش سريع، انما يعني تحس ان هو بيموت بيموت نفسه.
شفتوا الرفعه اللي رفعها لبزيره والجون اللي جه والاسيست بتاع، هو اللي عامل اللعبه لمحمد السيد، ومحمد السيد عمل الاسيست لعبد الله السعيد اللي مفيش عمل عبد الله السعيد شاط كوره ما يعملهاش الا عبد الله السعيد، ما يعملهاش الا عبد الله السعيد. تك الجون رغم ان الزاويه مفتوحه قدام الجون، ما ترماش حتى، مفيش بصوا على المفاجاه وعلى اللعبه وعلى الدنيا، مفيش لدغه بوم جون، خلاص خلصنا. هذا هو عبد الله السعيد. يبقى جزيل الشكر لكل ما هو زملكاوي، احمد الله على ان انا زملكاوي، ويجب ان يشكرني الجميع ان انا زملكاوي، لان كل ما هو زملكاوي جميل. الناس ده حطتنا في مود النهارده حاجه رائعه رائعه رائعه، فوز جاي صعب، وهكذا الزمالك ما ينفعش يعيشنا في سكينه وهدوء، ما يبقاش الزمالك، لازم معاناه. وادي انتوا شايفين الجماهير الجميله اللي راحت وجابت اتوبيسات على حسابها لانها كانش فيه اتوبيسات كفايه، وترفع صور اساطير في نادي الزمالك. ولما تلاقي صوره زي مثلا لهيثم فاروق والغندور وجمال عبد الحميد ايه الجمال ده، ايه الناس الجميله دي. شكرا لكل ما هو زملكاوي، اصحاب مدرسه الفن والهندسه. يعني كايزر تشيفز هوبا جون في غفله، انا زعلت واتأثرت جدا 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 لما الجون جه بتاعهم. ليه يعني ليه انت لاعب وماسك كوره وجبت جون وجبت التاني، ليه يجيبوا جون؟ انما هذا هو الزمالك يا ساده، معاناه. ما ينفعش نلعب والماتش يخلص واحنا مستريحين وبنتنفس الصعداء، لا، لازم يجيبوا فينا جون ويبقى 2-1 ونفضل لغايه اخر ثانيه حاطين ايدينا على قلبنا. انما احنا بنستمتع بهذا. فشكرا للمره المليون لكل ما هو زملكاوي، تحدوا المنظومه وتحدوا الظلم وكل البلانز القذره، الخطط القذره اللي هم عاملينها عشان يوقعوا نادي الزمالك. انما هيئات الزمالك ما يوقعش، الزمالك يعني بيظهر في المعاناه، واحنا قلنا الكلام ده كتير. وادي انتوا شايفين الاجواء اللي حوالينا عامله ازاي، وكل الناس بتقول لك خلاص الزمالك راح في غياب النسيان، وتيجي تبص تلاقيه بيقدم عروض ولا اروع ومتفوق على كل المليارات بتاع الاهلي وبيراميدز وخلافه. ويعني وان شاء الله هنتقابل مع ماتش سيراميكا، وهتشوفوا ان انا يعني عندي حق باذن الله تبارك وتعالى. ربنا مش هيكسر بخاطر الزمالك ابدا، وهنكسب سيراميكا، ويبقى احنا كده الدوري وكونفدراليه وكاس علامه كامله. يلا، شكرا معتمد، وشكرا جون ادوارد، وشكرا كل ابطال الزمالك وجماهير الزمالك، وشكرا كل ما هو زملكاوي في الكوكب. الف شكر. السلام عليكم.